عندي بقى شوية خضار مع جلاش وحاجات جميلة كده اتبقت عندنا من رمضان. تعالوا بقى نحطهم على بعض ونعمل بيهم عشاء خفيف كده في العيد واحنا قاعدين كده بالليل بنتفرج على فيلم حلو. عندنا اي حاجة عندك، بطاطس سلقتها، حبة كوسة، فلفل الوان، مشروم، جبنة، وده شوية زبدة على زيت. بجيب البصلة، حوالي بصلة ونص كده مفرومين، احط عليهم شوية ملح صغيرين، وزي ما قطعنا كده الكوسة بشوحها معاهم، بشوحها بس حاجة بسيطة كده تستوي بسرعة. وبعد كده بننزل بالمشروم برضه مقطعينه قطع صغيرة. اي بواقي عندك في التلاجة، مش شرط ترتبط باللي انا بحطه يعني، بس هو ايه اللي موجود عندنا فلفل الوان حطيناه، حطينا بطاطس مسلوقة كانت عندي حطيتها برضو. كل الحشوات دي جميلة جدا وطعمها مع بعض حلو قوي. حط بصل باودر وبابريكا، ولو عندنا برضو توم باودر نحطه هيدي طعم حلو، مكانش عندي. وبنتبله برضو ملح وفلفل بس، وبحط نجمعهم كده على بعض، نشوحهم تشويحة أخيرة كده ياخدوا من طعم بعض. وبعد كده عندي برضو جبنة موتزاريلا عشان المقادير كلها تمسك في بعض كده. وبعدين بقدونس والكزبرة متقطعين صغير كده في آخر حاجة خالص، يدوبك تقليبة واحدة وأطفي عليهم النار، تدي ريحة حلوة قوي للخليط ده كله. بدهن الصينية زيت، واجيب بقى الجلاش، اخد رقين من كل واحدة كده، اخد رقين على بعض وافردهم، احط لهم شوية الزبدة بالزيت اللي احنا عاملينه، والفهم لفة حلوة كده. وعملناهم كتير بقى مع بعض فهنلفهم لفات سريعة كده عشان ما نطولش عليك. وده عيش شوفان عندي برضو للناس اللي عاملة دايت او عندها يعني بتحب الحاجات الجلوتين فري، فبنعمل لهم برضو واحدتين كده حلوين يبقوا كملوا الصينية معانا بس. وبدهنهم بقى وشهم كده برضو نفس الدهنة كده حلوة. وبحط لهم كوباية لبن عليها بيضاية وملح وفلفل، بقلبهم كويس وارشهم عليها، بس للأسف دي ما اتصورتش، فدي بدخلها بعد ما بدهن الوش كده زيت بعملها بس، وادخلهم الفرن. متاخدش يعني بكتير قوي نص ساعة، تمام، تطلع كريسبي كده وحلوة. تنفع بقى عشاء فطار اي حاجة اللي انتوا حابينه، بس هي فكرتها لطيفة ان احنا بنستخدم الخضار اللي عندنا، وفي نفس الوقت الولاد بياكلوا خضار، لان انت عارفين بيستسهلوا قوي الجلاش، يعني ياخد واحدة او اتنين كده وهو ماشي وخلاص، غير لما تقعدي تقنعيه ان هو ياكل الخضار او حبة رز على مش عارفة ايه. وبألف هنا، وشكرا لمتابعتكم واشوفكم على خير. باي باي.